تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا، وأنا أسماء معاكم في نودي وأسماء. بستنى دايما تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم، ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بيننا وبينكم دايما واصل. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت بسيط جدا، طعمه لذيذ قوي ومثالي مع كوباية شاي أو كسناك خفيف كده ما بين الوجبات. يلا نبدأ على طول. في بولة كبيرة هنكسر بيضتين ونضيف عليهم 180 جرام من السكر وكمان رشة فانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا حسب المتوفر عندنا. نقلبهم كويس جدا لحد ما الخليط يبقى ناعم ومتجانس. بعد كده هنضيف 100 مللي من اللبن ونقلب مرة تانية. بعدها هضيف 100 مللي من الزيت ونقلب كمان مرة تانية. بعد كل حاجة هنضيفها هنقلب لحد ما كل الخليط يمتزج مع بعض. في بولة تانية هنجهز المكونات الجافة. معانا هنا 450 جرام من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر وكمان رشة ملح. نقلبهم مع بعض. بعدين بنضيفهم تدريجيا على خليط البيض واللبن. نقلب لحد ما العجينة تتشرب كل الدقيق وتلم معانا وتبقى عجينة طرية وسهلة في الفرد. كده العجينة بقت جاهزة معانا، مش بنعجنها كتير. أول بس ما الدقيق يلم مع السوائل هي بتبقى جاهزة. نرش رشة خفيفة كده من الدقيق ونفرد العجينة. ممكن بقى نفردها مدورة أو مستطيلة زي ما تريحنا حسب الوضع اللي نرتاح فيه. دلوقتي هنبتدي نشكل العجينة. نشكلها بقى حسب ما نحب، دواير، مربعات أو مستطيلات. نخرج بقى الزيادات اللي هتتبقى من التقطيع، والزيادات دي مش هنرميها، هنجمعها ونفردها تاني ونقطعها. نرص البسكوت على صينية عليها ورقة زبدة وندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180. نسيبه بقى لحد ما ياخد لون دهبي كده حلو من تحت، وبعدين بنشغل الشواية علشان ياخد لون خفيف وحلو قوي من فوق. بيطلع معانا بالشكل ده. بسكوت هش ولطيف جدا، هيعجبكم قوي سواء في الفطار او كسناك. لذيذ بقى في اي وقت. جربوه وقولوا لي بقى رايكم فيه ايه. هستنى بقى اسئلتكم وارائكم، واستنونا في وصفه جديده في نوديو اسماء، وبالهنا على قلوبكم.